اللي طرقتوا لهم هو التصدي لمشروع قانون المصالحه وتفشي الفساد في البلاد وسياسات الاستغباء اللي تتبعها الاغلبيه الحاكمه، بالضبط هذا ما قيل، وخاصه النهضه والنداء. اللي يحكم فينا من بعد الثوره حتى لليوم هي المافيا، هذه ما قالته السيده ساميه عبو. اليوم تيار ديمقراطي وقانون المصالحه، تقولوا انا كتبتوا كي نتحاسبوا تو نتصالحوا، لا قانون، لا حديث عن قانون المصالحه بالنسبه لكم. المقدمة الضرورية، الوضع اليوم في تونس وضع سيء جدا على جميع المستويات. شو انت بديت برقم بالصدفة وانا بديت مع جي اونشيني باش نقول لك راهو عندنا اشكاليات كبيرة. قاعد ترجع كل المؤشرات، عندنا ازمة كبيرة، نمو هاك تعرف النسب بتتراوح ديما بين الصفر وبين الواحد، وهذا هو شفنا على الاقل في السنتين الفارطين وقبلها زاد للتذكير، معناها ما كناش في المستوى المطلوب. البطالة قاعدة تزيد، ازمة نتاع سيولة، فما بعض الاخبار تحكي على معنى ردود فعل او بالاحرى اجوبه على الاشكاليه نتاع السيوله من طرف البنك المركزي. ما نحبش ننقل شيء مش متاكد منه، اما ربما يبداو في الطبع لا قدر الله بما لا يتماشى مع الثروات المخلوقه بالفعل. هنا لا قدر الله راهو ندخل في تضخم. سي تكنيك بانكير كو طبعا. معناتها علاش قلت انا لا اتسرع باش نقولها كحقيقه مطلقه، اما ماذا بينا نثبتوا، ماذا بينا جواب رسمي بالبنك المركزي، وماذا بينا نفهموا كل ما قاعد يقال في هذا الموضوع. اما على كل حال واضح كانوا المؤشرات مختلف المؤشرات ما طمنش التوانسه. الاحساس العادي نتاع التونسي زاد كيف ما فماش اطمئنان. كي يشوفوا فما ازمه نتاع استثمارات، معناها الوضع العام في تونس ما يطمنش. يجيونا جواب قائم على فكره نتاع مغالطه، بالدليل مغالطه. يقولوا والله ازمه البلاد هي كانوا عاملين ما عملناش قانون نتاع مصالحه. الخطاب هذا كنت نقول فيه انا عام 2011 وخاصه عام 2012 لازم نعملوا عداله انتقاليه باش رجال الاعمال يعرفوا رواحهم اللي ماشي الحبس ولا باش يخلص ولا يهرب ولا شيء يعمل في حياته، تكون فما وضوح رؤيه. ونحن وقتها مشينا الاغلبيه رات كونوا من تورط في قضايا فساد اعتراف والاعتذار كما تو بالدقه معناها نتاع القانون او التعويض للدوله. النقطه اللي ركزنا فيها وقتها هي التعويض للدوله وتنتهي تتبعات ولا سجون ولا غيرها، خلي يتبنى الاقتصاد وعفى الله عما سلف، موضوع سجون وغيرها فيما يخص الجرائم الماليه. القانون هذايا برشا ناس ثوريين او ثورجيين كيف تحب تسميهم قالوا لا ما يجيش، لكن على كل حال هو هذا ما تقرر، يعني عادل جدا وبالعكس مرن برشا. تعطل عامين كاملين ما تعمل، كان في اخر 2013 بدات تشتغل هيئه الحقيقه والكرامه، كان في جوان 2014 والعراقيل والمكلف العام والضغوطات الى اخره، ومن بعد يجي يقولوا لنا باش نعملوا قانون اخر. واش تعمل فيه؟ تحب مصالحه موجوده في قانون المصالحه، في قانون العداله الانتقاليه. تقول والله فما ناس مش من صلاحيتها، مش من صلاحيتها بالقانون صحيح. الناس اللي تدافع على قانون المصالحه هذه شو اللي مش من صلاحيتها؟ لا هي بالقانون من صلاحيتها. باش نبداو متفقين. قالوا في بلايص خرج. لماذا يقدمون هذا التبرير؟ لا هم يقدمون هذا التبرير لانه وعد رئيس الجمهوريه وقتها للناس اللي مولته، وتوا يحب يحاول. شكون من الناس اللي مولته؟ رجال الاعمال اللي مولوه، هذا ما فيش حتى شك معناه، ومش رجال الاعمال، رجال الاعمال عادي كي يمولوا. هو بالمناسبه رجل الاعمال يحترم روحه، تبدا قايم تبع في الحساب تمول فيها مبالغ كبيره، تما تعطي 10 ملايين تعطي 20، يعني المبالغ الكبرى اللي دفعت مقابل كان فما ينجم يكون رجال اعمال يجيو يمولوا التيار الديمقراطي. ينجموا، فما شكون عطانا نحن حتى ل 40,000 دينار، فما غيرنا يعطيوه ما يسالش في حدود 60,000 دينار كل واحد بالقانون ما يسالش، صح فما حتى مشكل، هم مسجله في الدفتر وتكون على ذمه السلطه، ولا حتى الصحفيين كان يحبوا يثبتونها هكا الشفافيه. هم ما عندهمش شفافيه، عندهم هيت منا ومنا غير الحكايات اللي صارت على المواد الخاصه نحكيو فيها في وقتها، اما نبقاو في قانون المصالحه. تحكي على اي حزب بالتحديد سي محمد؟ احزاب السلطه اولها نداء تونس وحتى حركه النهضه تمويلها غير عادي، حتى كان تعلن على الارقام الحقيقه ما تقول عليهاش برشا باش يكونوا واضحين، هذوما اللي على الاقل عليهم علامات الثراء ومش واضح التمويل نتاعهم باش نبداو متفقين. باهي انا تو نحكي على صاحب المبادره اللي هو نداء تونس واللي هو سي الباجي قائد سبسي. عنده شيء وعدوا به في السابق وقت الحمله الانتخابيه، وتوا فما شيء بالنسبه له هو راه مصيري، هو كونه يضمن لابنه ولا الحزبي ولا كل حال الدوام. الجمعه اللي فاتت عندهم قضيه في المحكمه الابتدائيه تونس في الخروج لم يدفع، عندهم مقر ما خلصش، يحبوا يخلصوا مقراتهم، تخلصهمش على حساب تونس. هذاك علاش مشينا للجنوب والشمال وفي كل بلاصه باش نقولوا ما تحلش مشاكل حزبك على حساب الدوله التونسيه. شو الناس تفك في بلايص وتحكي لها المغرب مرتبه ثالثه في كثير معناها من المؤشرات تلقاها في المراتب الاولانيه الى اخره، فرد محيط فرد ثقافي الى اخره، ويتطوروا وهم ما عملوا الثوره نتاعهم، ما عملوا الثوره اللي كانوا عملوا اصلاحاتهم، ونحن بثوره وكلام كبير الى اخره، في الاخر يحكمنا حد والله قضيته الاساسيه في مالنا حزبه. يتبع لك ولا حزبك ايش نعملوا به حزبك؟ احزابنا كان لازم نهار من نهارات باش نسكروها ونمشيو نعملوا معركه من اجل الوطن نعملوها، راه مش قضيه حياه وموت، الحزب راه مش حاجه مقدسه. اما بالنسبه لك قانون المصالحه قضيه حياه وموت. هو ساعه قضيه حياه وموت ما فيش حتى شك، اما هو راه قضيه نتاع تحيل. تقول لي علاش الدين صحيح؟ راهو استغباء تونسيين في الانتخابات وعديناه، بارا يا سيدي حتى في الديمقراطيات ساعات يستغبيوا ويقولوا لهم كلام وما يعملوهوش. تعاود مره اخرى كذبت عليهم، قلت له باش نعمل لك حكومه تاع 4 سير 4 دول وما صار شيء ومشاكلك وجا معك الارهاب وجات المصايب الكل معك.
معاك، امشي توا صلح. ها معارضه معاك ايجابيه، انا معاكم، الناس الكل معاكم، ماذا بينا بلادها تقدم، ما يسالش يا سيدي، هذيك هي قررته الاغلبيه. اما تجي تقول سيبوا كل المشاكل، عندنا تمثيل هكا عملناه. فما زاد حتى السن نتاع رئيس الجمهوريه ذولي قاعد ياثر في خلينا نقعدوا في قانون نبقاو في قانون المصالحه. لانه اليوم المواطن اللي يحب عنده زوز اراء.